يا مساء الكنافة أو صباح الكنافة. المحتوى اللي انت هتسمعه دلوقتي من برنامج السكة أحلى على ميجا اف ام 92.7 مصر. البرنامج ده موجود على الهواء من الساعة 4 لحد الساعة 7 من الحد للخميس بتوقيت مصر. يعني بما اننا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الشغل وكده، فناس كتير قالت لك عايزين نتكلم عن الشغل، فالنهارده نبقى بنتكلم عن الشغل. البيت بيبقى عندك فيه نرفزه مختلفه عن النرفزه اللي بتبقى موجوده في الشغل. العصبيه بشكل عام، بص اي حد يقول لك باشا اصل انا ما بتعصبش، اصل انا بحاول امسك نفسي، اصل انا هادي، اصل انا مش عارف ايه، انا ده بعتبره بالنسبه لي سفاح الجيزه، اللي هو مفيش حد هادي كده، مفيش حد عنده برود اعصاب مبالغ فيه كده. لا كلنا بنستفز وكلنا يعني في حاجه بتنرفزنا. يعني في حد انت اصلا ساعات بتتكلم مع شخص، الكلام مع شخص ما ساعات بينرفزك. عشان كده انا كنت بقول والله العظيم ده قال للناس كتر كنافه. ما هو انت من كتر ما انت بتتكلم مع ناس في بعض الاوقات هو مستفز ومش عارف، هو بيقول كلام ساعات يعني قله الذكاء اللي بتبقى عنده، مش عايز اقول غباء، قله ذكاء او قله فطنه، دي بتنرفز جدا جدا. ما يعني اتكلم يا ابني معايا، انت بتبقى عايز تهزه يا ابني، قول لي رد عليا. في الشغل كده كده بشكل عام فكرة الشغل انت بتبقى متضايق منها. يعني انت بتبقى عندك ايه حتة كده، انا متضايق من الشغل، انا قلقان من الشغل، انا حاسس ان الشغل مش عارف ايه. فده احساس طبيعي اللي هو الشغل كشغل، برغم ان انت حاجة محتاجها جدا. انا في الحمام، انا محتاج الحمام جدا، بس بدخل جوه ومش عايز اخلص بسرعه. فهو نفس فكره الشغل. فانت الشغل متعب ومستفز وبتاع، شغال مثلا في سفاره النرويج، فانت اللي هو بقى تكييفات وحاجات حلوه وعاملين لكم سكيمو جوه وبتاع، مش مرتاح برضه، لان حسين الجسمي حسم القصه قال لك محدش مرتاح. فخلاص انت طالما شخص موظف وانت مش مرتاح، انت طالما انسان انت مش مرتاح. عايز تبقى برنس، روح اشتري بين باجز، نفتح ستارت اب، كلم مدام لميس الحديدي في برنامج الفرصه، روح اعرض مشروعك، خد لك قرشين يمشوك سنه لحد ما ربنا يرزق. بقى ما هعمل ايه؟ انا يا باشا انا هفتح مشروع. عارف ايام في ايام معينه كده راحتك بتنتهي اول ما بتبقى في دماغك. يعني انا بقلع الحفاضات، انا كبرت بقى خلاص، وانا كانسان يعني عليا مسؤوليات. فلو خدنا الموضوع جد من بعد مرحله اللي هي البوتي تريننج وبتاع وقلعت الحفاضات وبتاع، مرحله المسؤوليه ان انت تبقى مسؤول عن تصرفاتك، تعرف تمسك نفسك وتتحكم فيها في اي موقف تتعرض له، من اول لغايه ماما بقى عامله بانيه مش مقرمش، لفه صوابع المحشي تخينه شويه، مش محمره الممبار كويس، لحد المدير بتاعك يقرفك، الحته بتاعت المدير بتاعك يقرفك، او انت في الشغل قرفان. انت لازم يبقى عندك الحته بتاعت انا عارف احسم القصه، انا عارف اتعامل. ولكن في حته بتاعت ان محدش مرتاح، ان انا متضايق، انا حاسس ان انا في حاجه قرفاني او في حاجه مضايقاني ايا كان شكلها ايه. فانا عايزك النهارده ابتدي لي كده من اول يوم الشغل، من اول الصبح لغايه بقى الزوم ميتنج ده اصلا كانوا عاملينه علشان الناس تشتغل من البيت، فنبقى احنا شغالين من البيت زوم ميتنج وبتاع والكلام ده كله. دلوقتي بقينا بتروح الشغل تقعد على المكتب عشان تعمل زوم ميتنج. انا مش فاهم، طب ايه اللي جابنا الشغل؟ يعني ايه اللي جابنا الشغل طالما انا رحت عملت زوم ميتنج؟ وحاجات كتيره جدا بقى. يعني من اول لما انت مثلا تطلب حاجه انت عايز تشربها فتيجي مش هي الحاجه اللي انت عايزها. حاجات كتيره ممكن تبدو والله العظيم 3 تافهه جدا لما تحكيها لحد، تقول له والله انا النهارده طلبت شاي جابوا لي الشاي السكر بتاعه مش حلو. يعني برضو انت هتيجي تحكي مشكله تافهه. عارف لما 2 متجوزين بيتخانقوا مع بعض فيقعدوا بقى حد بيراضيهم وبتاع، فتلاقيهم بيتكلموا في حاجات تافهه جدا، ده بصلي وهو بيفتح الباب بس مش حلو، حاجه تافهه جدا يعني. يا ابني اكبر يا ابني. فانت عايزك تحكي لي بقى اللي مضايقك كله. انا بتنرفز بسرعه، يعني حد مش انا يعني بس حد يقول انا بتنرفز بسرعه، ما تنرفزنيش ما تستفزنيش، برغم ان انت مؤهل للعمل تحت ضغط. يعني انا مكتوب في السي في بتاعي انا اشتغل يا جماعه تحت ضغط، ولكن انت الدنيا بتقسيك. ما هو خلي بالك الدنيا بتعمل حاجه من اتنين، يا تقسيك يا تبقى قاسي فتبقى انت متعصب جدا، يا تخليك بقى بارد قوي، اللي هو من كتر اللي انت شفته في الدنيا فما بقاش فارق معاك حد في الدنيا، انت بقى يا باشا يضرب يقلب الدنيا تمام. يعني عارف اللي هو ايه،
لما المدير يقعد يقرفك يطلب منك حاجه تقعد فيها اسبوع مثلا شغل، عمال تشتغل وبتاع مش عارف ايه، وعارف انكم بقى كشركه مش هتاخدوا الشغلانه دي وبتاع، بس بعد ما انت اتنفخت بقى باوربوينت برزنتيشنز وشغل وافكار وبتاع، يقول لك انا من الاول يا جماعه عارف ان الصفقه دي مش بتاعتنا، كنت متاكد والله انها مش بتاعتنا، اصلها لا بادجتنا ولا امكانياتنا كشركه ولا اي حاجه، بس انا قلت احنا لازم نعمل اللي علينا حتى لو هنفشل. هو بيتكلم صح، ما بيتكلمش غلط، عادي احنا بنحاول. فانت بيعدي قدامك شريط حياتك الاسبوع اللي فات وانت ما بتنامش وما بتاكلش وما بتروحش البيت، تبقى عايز تقول له هو مين اللي عمل اللي عليه؟ انتوا مين اللي عملتوا اللي عليكم؟ انا بس اللي عملت اللي عليا. في اللحظه دي انت لازم مثلا تمسك نفسك جدا ان انت ما تعورش حد، ما تكسرش حاجه. هيقول لك ايه؟ ما انت بتقبض مقابل ده. ايوه انا بقبض مقابل ده، انا ما انكرتش، بس برضو ما يعني تستعبدنيش بقى. فبتبقى تمسك نفسك وتقول لا ومحدش مرتاح فعلا، فانا لازم اركز عشان ابقى ما اتنرفز، برغم ان على فكره هو الراجل عنده حق. انت بتشتغل، يعني انا دايما بستغرب لما حد يجي يقول لك على فكره احنا المفروض ما نعملش الشغلانه كده لانها كده بايظه، او انا كده مش مفيش انتاجيه، او لا انا بقبض مقابل ان انا بشتغل. انا مش قصتي بقى في انتاجيه مفيش انتاجيه، دي بتاعت الشركه بقى نفسها، يعني المؤسسه نفسها هي اللي تفكر التفكير ده. فقول لي تاني، ايه اللي بيعصبك؟ يعني ايه اللي بيخليك تاخد موقف كده في الشغل؟ يعني اكتر حاجه بتبقى عايز تمسك نفسك على قد ما تقدر وما تاخدش فيها موقف، لان انت لو خدت فيها موقف هيبقى الدنيا شكلها مش لذيذ، وانت شكلك مش لذيذ. يعني بتبقى عايز اضرب حد في وشه. البودكاست اللي انت بتسمعه هو معليش، والمحتوى ده من برنامج السكة احلى على ميجا اف ام 92.7 على الهواء. في شغلانات كتير على فكرة بيقبضوا بالاسبوع. يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في مجال الدراما والانتاج، يعني الحاجات اللي هي الستايل ده، بيشتغلوا بالاسبوع. فالاسبوع بيعد، يعني عدى 6 ايام فهو بيقبض في اليوم السادس بشكل معين يعني. ففي ناس بتقبض بالاسبوع وهو شغلها بالاسبوع، يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في يعني المهن المختلفة، المهن بقى الحاجات اللي فيها صناعية، يعني الصناعية بيشتغلوا برضو بالاسبوع. فلو انت بتشتغل تحت القسطة، فالقسطة بيديلك فلوسك بالاسبوع، فلا اما بيقبضك الخميس يا اما بيقبضك الحد. طبعا الحد دي بتبقى سخيفة انا عارف، يعني هي بتبقى مش حاجة عند كل الناس، بس دايما الناس بتحب تقبض الخميس، يعني هو بيروح الخميس، اللي هو الناس اللي بتشتغل برضو بشكل مستمر، يعني اللي هو روح الخميس معاه فلوس، تبقى الدنيا تمام. مش عارف انا فاهم صح ولا لا يعني، فلو كده وضح لي المسج يا كيمو. مساء الفل عليك يا كيمو. انا اكتر حاجه بتعصبني ان انا يعني ما اقبضش بقى، يعني لو انا عامل شغل وما اقبضش، دي بتبقى حاجه بتعصب جدا. من اسخف الحاجات اللي بتقابل اي شخص في الشغل، وحاجه دمها تقيل جدا، يعني ممكن اصلا تطلعش منها بحاجه، لكن بتحس ان هو سلق بلدنا، يعني لو ما عملهاش كل شهر يقولوا مثلا ده الراجل اللي ما بيعملش اجتماعات اهو، ده الراجل ده ما بيعملش اجتماعات. تحس ان اجتماعات الشغل دي ينفع نعمل لها عنوان عريض وضخم كده، اللي هو يهون علينا اجتماعات الكتيره دي، نقطتين جنب بعض، مفيش فايده. مفيش مره الموظف يدخل اجتماع ويخرج من غير ما يقول الجمله دي او تيجي في باله. اللي هو يعني تخيل لو جبت قارئ للافكار وشغلته مثلا على الساوند سيستم في اوضه الاجتماعات، هتلاقي اصوات متنوعه، تخينه ورفيعه وصوت عالي وصوت واطي، واحد بيزعق وبتاع، وحد بيقول بسخريه، وحد بيكرر كتير جدا ورا بعض، كل فتلاقي انتوا بتفكروا في ايه يا جماعه؟ مفيش فايده والله، مفيش فايده. كله جواه جمله مفيش فايده. سيناريو الاجتماع في كل مكان واحد ما بيتغيرش، بدايه من الشركات المالتي ناشونال لحد شركه الحاج عماد والاولاد والاحفاد. فبيبدا الاجتماع، انا بشكر الموظفين يا جماعه، بشكركم جدا على مجهوداتكم لمده يعني الايام اللي فاتت. بتقعد 7 ثواني، بعد كده بقى بيقعد فحت وردم وشتايم وزعيق، ويقعد يزعق جدا وبتاع. وفين التارجت؟ فين؟ معجنه بقى. مره واحد يحكي لي قال لك المدير دخل الاجتماعات بتسجيلات
بيوريهم كل موظف بيعمل ايه في الشيفت ويدخل حمام كام مره وبتاع، ومعاه كاميرات، يعني مشغل الاي تي ان هم يفرغوا الكاميرات ويقعدوا يقطعوا ويشوفوا الموظف ده داخل حمام كام مره وبيفطر امتى وبياكل امتى، وبيلوموا الموظفين ان هم لازم يفطروا في البيت قبل ما ينزلوا. يعني يا جماعه افطروا في البيت قبل ما ينزلوا، يعني ايه اجي هنا اوصل الشغل افطر؟ هو انا ايه هنا ايه كافيه؟ فتلاقي ناس بتعيط وناس بتصوت وناس بتزعق وناس بتتخانق، تحس فجأة ان كل اللي في الشركة دول انتوا فاشلين. طب يا فندم يعني ماشي يا فندم، الشركة بتخسر يا فندم، انت شايف يا فندم ان الشركة بتخسر، خلاص يبقى نقفل بقى. يعني احنا احسن من غيرنا، مين احسن مننا في السوق؟ فيقول لك لا ما حدش احسن مننا، احنا بننافس نفسنا. دايما الجمله دي بيقولوها المديرين، احنا بننافس نفسنا. تقول له طب ما احنا كده احنا كنا كويسين، يقول لك لا انت مش عشان انتوا موظفين كويسين، الاداره ممتازه، انما انا لو سبت لكم الحبل على الغارب كده هتيجوا تشربوا حلبه بلبن وتروحوا. وبمناسبه اللبن صحيح، بتوع البوفيه كاتبين اسامي الموظفين اللي بيخلصوا اللبن ده هيتخصم من مرتبكم. يا فندم يرضيك. وفي نهايه الاجتماع لازم خبر صادم، تحس ان هو بيبقى عايز يعمل ايقاع كده، فيلم ليوسف شاهين يقفل الاجتماع عالي. فيقول لك صحيح الشيفت هيزيد ساعتين، لازم نجري جري الوحوش، الشركات المنافسه مبهدلانا. يا فندم ما انت حضرتك عمال تقول احنا ناجحين وبتاع، لا هو برضو اللي في دماغه كناف. ايه يا منى؟ ايه يا منى؟ ايوه عامله ايه يا منى؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ والله انا لقيتك بتتكلم في موضوع مشوق جدا، بيستفزوكي في الشغل قوي. اولا هو الميتنج ما بقاش اسمه ميتنج، ماشي، هو اسمه رغي بلا هدف. بنقعد بقى يلا يا جماعه نعمل غديوه، نقعد مع بعض كده ونرغي، وكل اسبوع احنا بنتكلم في نفس الكلام. بتعملوا يعني ميتنج كل اسبوع؟ كل اسبوع والله في ميعاد محدد. يعني طبيعه الشغل بتاعتكم ايه؟ مش بتشتغلي فين؟ طبيعه الشغل سيلز للاسف. سيلز، ما هو السيلز ده السيلز ده كله هري، يلا نهري يا جماعه احنا النهارده بقى ولازم ونجري وبتاع، ويديكي موتيفيشن ولازم يزقك، والمشكله ان هو يزقكوا في الحيطه يخبطكوا في الحيطه، يقول لك ثانك يو جدا على الشهر اللي فات، ولكن اللي بعده ولكن ده بقى كلام تاني خالص. ايوه احنا عايزين نجري اكتر من كده، احنا الناس كلها سبقانا، احنا ولا حاجه، احنا الكلام ده كله احنا مش موجودين. يجي بقى في الريفيو يقول لك لا انت احسن شركه في الحياه، واحنا ناس جامده جدا. طب يا جماعه ما بتعملوا فينا كده ليه؟ بالظبط. وعمال واخدنا فحت وردم وبتاع. طب ما انت بتقول ان احنا جامدين ومحققين، دايما بيبتدي يقول لك ايه احنا محققين. طب ما اللي محقق ده مين؟ ما احنا كموظفين احنا اللي حققنا. لا بس في حته معينه كده، يعني لازم يقول لك ان انت برضو لا انت ما جيتش برضو. عشان ما تتمرعش بس كده. طب يا جماعه مين اللي جاب الارقام دي؟ طب معلش عندكم في الميتنج لما بتعملوا ميتنج او قعدات او كده بتبقى فيها اكل؟ يعني في دلوقتي موضه دلوقتي ان هم لما بيعملوا ميتنج بيجيبوا بقى الحاجات اللي هي الاكل الصغير ده، ميني ساندوتش بقى والحاجات الصغيره. لا للاسف ما بتعملوش كده. لا ممكن كل كوارتر مثلا، كل كوارتر تجيبوا. لا ده اصل في ناس انا اعرفهم كل ميتنج كل اسبوع دي. لا كل ميتنج بقى بيبقوا عاملين دايما عيد ميلاد حد، عاملين مفاجاه لحد في عيد ميلاد حد وبتاع. يا جماعه نعمل عيد ميلاد، اعياد ميلاد اوكي، لكن اللي كل اسبوع ساعتين 3 بتوع كل اسبوع دول لا ما فيش الكلام ده. طب ايه اكتر حاجه بتنرفزك وانت قاعده في الميتنج بقى؟ يعني مثلا هل موظف مثلا من اللي بيقوم التطبيل اللي هو يقول بقى ايه يا فندم والله احنا لو عملنا حاجه او حققنا حاجه فده بتوجيهاتكم وعلشان بجد انا معاك. هو ده طبعا اللي هو اختصاره ما بين قوسين تطبيل. ايوه اللي هو اصلا انت مش ده اللي انت بتقوله اصلا في العادي. ايوه بس ده بقى عشان مديري انا لازم اقول له الكلام ده ولازم اسمعه الكلام ده انا بشكرك جدا يا منى، وتوصلي بالسلامه. يا منى والله العظيم. ممكن بس تشغلينا اختياراتي مدمره حياتي؟ اختياراتي مدمره حياتي. اخترتي ايه غلط؟ قولي لي فضفضي لي. انت شكلك شايله، انت مفركشه لسه ولا ايه؟ شغل اكيد يعني ما اكيد مفركشه. كانت خطوبه؟ لا خالص والله، لا متجوزه بس مبسوطه، الدنيا حلوه. طب تمام. حاجه تانية اللي مضايقاكي؟ ما بقول لك هو الشغل بقى، هو ده الاختيار، هو ده اللي مدمر حياتنا. طب الحمد لله ان في حاجه سالكه، الحمد لله. في ناس ما فيش عندها حاجه سالكه خالص، فالحمد لله. لا الحمد لله. مساء الفل يا منى، شكرا يا منى، باي باي.
البودكاست اللي انت بتسمعه هو معلش، والمحتوى ده من برنامج السكة أحلى على ميجا اف ام 92.7 على الهواء. فعلا كنت بشوف الحاجات اللي هي التطبيل، ان موظف بيطبل للمدير بتاعه وبتاع، بشوف ان دي حاجه سكتش، يعني سكتش كوميدي، يعني هو مش موجود على الحقيقه. الجرأة الشديده جدا في فكره ان موظف بيطبل للمدير بتاعه، يعني حاجه مش حقيقيه. اللي هو يا فندم ده احنا توجيهاتكم يا فندم، وانتوا يا فندم لولا اللي انتوا بتقولوه احنا ما كناش بقينا موجودين. الكلام ده بشوفه ان ده مش كلام حقيقي، لغايه لما في مره حضرت يعني زي احتفال اللي هو احنا بنحقق ايه وبنعمل ايه وبتاع، كانت شركه وموظف قام هو ليه نفس المواصفات بتاعت السكتش الكوميدي. هو قام وانا عايز بس اقول حاجه معلش، احنا لولا ان احنا ورانا اداره بجد حكيمه هي السبب في ان احنا نوصل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. لو بنتكلم على ارقام، فالارقام دي سببها هي الناس اللي قاعده، الناس اللي هم ما يبانش عليهم ان هم عملوا كتير. وطبعا بقى المديرين قاعدين بيبقوا مبتسمين كده ابتسامه كده لتحت كده، اللي هو يعني بقى مكسوفين، اللي هو ما تحرجناش بقى يا محمد، وبيبقوا مبسوطين جدا بالكلام اللي بيتقال. وعلى فكره هو بيبقى فيه سنه حب من الموظف، يعني الموظف ده حابب المديرين بتوعه، وده منطقي ولذيذ وجميل، بس ساعات بتبقى بتقلب سنه. يعني ده على موضوع التطبيل بس، كانت منى اتكلمت عليه من شويه. مساء الفل، انا بشتغل مع جمهور بتعصب جدا. في حد هنا بيقول لي انا بشتغل HR مانجر، ربنا ما يوريك نصاحه الموظف. ده حاتم. والله حاتم انا متفهم، يعني هو انا ما عنديش مشاكل ان حد يبقى ذكي فيستخدم ذكائه ده عشان يستنصح عليا، بس تعدي عليا. يعني زي البياع الشاطر اللي هو باع لي حاجه، هو ما نصبش عليا، باع لي حاجه عرف يبيعها لي وخلصها لي وبتاع، ولفها لي في سلفانه كده وقال لي خد دي، فانا خدتها منه، اتبسط جدا، جاب جول. لكن ان انت يعني تستغباني تتعامل معايا ان انا مش فاهم، هي دي المشكله بقى. يعني لازم تبقى انت فاهم برضو انت بتكلم يعني مين، مش المقصود انت بتكلم مين ان انا يعني جامد، بس انا قصدي لازم تبقى عارف الخلفيه الاجتماعيه والخلفيه الماديه والخلفيه النفسيه والخلفيه الثقافيه للشخص اللي انت بتكلمه. فيعني ما تجيش تشتغله في حاجه انت متاكد ان هو فاهمها. فلا لازم تستخدم ذكائك شويه. ما هي دي بقى الحته الذكاء بقى، ان انا استخدم نصيحتي، انا ناصح لحد فين. ففي ناس بتستنصح عليك، يعني تعمل لنفسها نصحه وتستغباك. يعني كلمه تستغباك دي اللي هي بتتعامل معاك ان انت مش فاهم حاجه، انت شخص ساذج، فيبتدي بقى يقعد يرمي لك كلام زي السيلز مثلا اللي يجي يبيع لك حاجه هو فاهم او بيتعامل ان انت مش فاهم فيها، فيبتدي بقى يقول لك بقى كلام من الشرق وكلام من الغرب وبتاع، وانت يا عيني رجبت المرجحه. معايا يا امير حبيبي يا خلود، ايه الاخبار؟ بقول له تمام زي الفل. الدنيا ماشيه حلو؟ بقول له تمام الحمد ايه بقى لله. يا باشا، ايه اللي بيضايقك بقى في الموضوع؟ بص، تغيير الكلام بعيدا عن الاجتماعات، بس تغيير الكلام قدام المدير. يعني انا كنت مدير اداره هندسيه في احد الفنادق. جميل. وكنت مثلا طبعا انا علاقتي بكل الاقسام، هاوس كيبنج بقى، الشيف العمومي، الكلام ده كله انا انفولفد فيه. لذيذ. فاكون بتناقش مثلا مع اللي هو الهيد ديبارتمنت بتاع القسم ده. لا يا باشا، مستحيل اغير الفكره دي يا باشا، ده اوت اوف بادجت، وانا عندي مشكله او شورتج في عماله مثلا، شيلني اي حاجه بقى. لا ده مستحيل، مش هينفع. ده مستحيل باي حال من الاحوال. اول بقى ما يظهر قدام المدير بقى في الاجتماع، فانا ابدي المسببات بتاعه ان انا مش قادر اعمل لك ده دلوقتي حتى مش قصدي ان انا مش هعمل لك خالص، بس اتليست دلوقتي بالظبط مفيش فالمدير العام يدي اللي هو مثلا تعاطف معايا شويه. فطبعا قدام المدير العام لا خلاص طبعا يا باشمهندس، ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله خالص. جاب ورا جدا. مش جاب ورا ده، يعني بص، لا وانا انزل لك حد من عندي يساعدك. ايه المشكله؟ فيعني هو شويه تطبيل بقى على تغيير كلام، ما اعرفش، بس الموضوع ده بيبقى طب ما انا كنت بتناقش معاك، ليه لازم اجيبها لك من فوق؟ يعني انت عارف انا مشكلتي برضو ان الناس ساعات بتغير كلامها لمجرد زي ما انت قلت كده ان انت جبتها له من فوق. يعني يبقى يقول لك لا 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 دي ما فيهاش، دي مستحيله.
مقفوله ضبه ومفتاح يا باشا بالظبط يديك. كده. لا 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 لا, لا. انت عايزني اكسر القوانين ولا ايه؟ ايوه بالظبط فتيجي تتكلم كده. تقول له يا باشا انا متفق معاه على كده، يقول لك ماليش دعوه حاجه ما تخل... ده انت ودايما يقول لك ايه، والله لو جبت لي مين، لو جبت لي المحافظ مش هتمشي. سبع رجاله في بعض. يقول لك لو جبت لي المحافظ نفسه مش هتمشي. بالظبط كده. مفيش حد مديره اللي بعديه على طول بيكلمه بيقول له ماشي يا فندم خلاص مش يا باشا طبعا ايه المشكله تتاكد والله العظيم ببقى مش عارف طب انت بتعمل كده معايا ليه؟ انا في مره خرجوني عن شعوري بقى، قلت له يا عم انت بتعمل معايا ليه كده؟ انا يعني انا عملت لك ايه وحش تروح انت؟ لا هو ما بيعملهاش معاك على فكره، هو بيبقى عنده شويه طاقه كده بيخلصها. والله زعلش نفسك يا عم امير حبيبي. البودكاست اللي انت بتسمعه هو معلش، والمحتوى ده من برنامج السكة أحلى على ميجا اف ام 92.7 على الهواء. طب لما تبقى بتحضر اجتماع بلغة انت مش فاهمها اصلا، دي بتبقى ما هي بس في ترجمة، مفيش ترجمة. ما هو انا لو مفيش ترجمة انا ايه اللي مقعدني اساسا؟ يعني مش لذيذ خالص ان انا بقى مش فاهم حاجة يعني. بس يعني دورهم هم ان هم يترجموا لك اللي بيتقال، يعني دي حاجة مهمة. طب معايا دكتور هشام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا خالد؟ ايه الاخبار؟ ازيك جمال؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، وحشني والله يا خالد. ربنا والله وانت كمان. ايه؟ كله تمام. الدنيا بتنرفز الناس اللي حواليك، تحس كتر الناس بينرفزك. ده حقيقي والله يا خالد. انا اكتر حاجه بتنرفزني اللي هو البنات المقبله على الجواز بصيغه حرب. يعني عارف تحس دايما متخيله ان الراجل جاي ياكلها او يعني لا يا حبيبتي الجواز اهدى من كده. والله الجواز اهدى من كده. يعني الراجل المحترم اللي كان الطفل قبلي ده، هو الراجل معترف ان مراته زي الفل مقدرها وفوق راسه ومقدرها. لا انت البنات دلوقتي تقعد معاها اول كلمه تقول لك الراجل هيضيف لي ايه لما يتجوزني؟ سترونج اندبندنت وومن. ما فيش حاجه اسمها كده والله. احنا لو بصينا على جدودنا واهالينا وامهاتنا ستات زي السكر وكمل وزي الفل وعايشين حياتهم ومحترمين وطلعوا دكاتره مهندسين ومذيعين زي القمر اهو. ربنا يخليك. يعني صح ولا انا غلطان؟ تلاقي تحس البنات دلوقتي بقى عندها دايما اتيتيود الهجوم. وكانك لو قلت لها كان انت مثلا يعني كانها مثلا شغلها ده. انا مش معترض طبعا. عارف انا افتكرت ايه؟ عارف الجمله بتاعت الست اللي هي بتاعت السكتش اللي كانوا عاملينه ده، اللي هو لو سمحت مش باللمس، في حاجه اسمها بوب، فهي على طول. هي دايما عايشه في دور الدفاع على ايه ما تفهمش يعني احنا ممكن نتكلم كلام عادي خالص وتلاقي الست راحت داخله اصل انتوا نظرتكم ذكوريه بحته. احنا على فكره بنتكلم في موضوع عام. على فكره الموضوع ملوش علاقه خالص براجل وست. لا بنتكلم مثلا عن الادب في السواقه. الادب في السواقه ملوش علاقه بست وراجل بالظبط. يعني هو قانون واحد صح. طب هو مش يمكن دي حاجه ليها علاقه بان اللي على راسه بطحه شويه؟ يعني انا طبعا ما اقصدش يعني اي حاجه. اعتقد هو احنا بيحسوا يعني ان انت بتسيء لهم او بتحس ان انت والله مشكله معاهم. زمان كانت الافلام والمسلسلات حتى لما كانوا بيجيبوا الحما متسلطه او ان الست ضعيفه كانوا بيجيبوا في الاخر الامور تبقى لطيفه. يمكن دلوقتي الاتجاه العام مختلف. دايما بتحس ان الست قويه وموجوده وتاخد حقها. مش القويه خالص انك تبقي لوحدك على فكره. القويه انك تبقي مع جوزك. ده رايي. يعني لا يعني مالهاش علاقه، القوه مالهاش علاقه ان انت تبقي مع جوزك او لوحدك. انت قويه بشخصيتك. يعني دايما شايفين القوه انها تبقى ناجحه جدا في شغلها وانها بتتعدى الراجل في الشغل وانها اشطر منه خالص. انت شاطره لنفسك على فكره. شاطره لنفسك صح ولا غلطان؟ لا صح طبعا. لا يعني انا كنت بتكلم في الموضوع ده الاسبوع اللي فات وكنت دردشت في القصه دي كتير جدا. ان الناس بقت اوفر قوي في حته ان هي بتهاجم باسلوب الدفاع. بالظبط. انا على طول ابقى بتكلم لا يا بابا احنا المفروض مش عارف مين قال احنا. انا بكلمك بشكل شخصي دلوقتي. ليه احنا ورحنا وجينا وكل بيت له ظروفه وله الخلفيه اللي جاي منها. ما ينفعش نبقى زي بعض. مش عشان حد احسن وحد اوحش. احنا مختلفين في الخلفيه احنا متربيين عليها. ممكن احنا الاثنين متربيين كويس بس كل واحد له مبادئه اللي شايف انها صح. ربنا كده يبعد عننا الناس اللي بتدافع على الفاضي دي، اللي هي بتبقى ايه عايزه تهاجم وخلاص ومن غير ما بتسمع كده واحده. تعليق على المكالمه اللي فاتت، في حد بيقول لك انا شايف ان ده عنف مجتمعي ملوش علاقه براجل او ست. القوه عموما تعني القدره على تحمل المسؤوليه، مش شعارات الراجل راجل والست ست. انا ساره حبيب. الله ينور عليك يا ساره. الله ينور عليك. بتقول كلام زي الفل. طيب في كمان
مساء الكنافه عليش. اكتر حاجه ممكن تستفزني ان حد يلعب في الحاجه بتاعتي او ياخدها من غير ما يقول لي، بتقتلني من جوه. ده ياسر. طبعا لو يعني الحاجه اللي بتخصك، يعني ده انت لما بتبقى مثلا ماما بتساعد في توضيب البيت، بتوضب لك اوضتك ولا حاجه، انت بتحس اللي هو الحاجات اتلخبطت عن مكانها، فدي بتبقى حاجه بتضايقك. انا عندي مشكله كبيره جدا ان انا مثلا المكان اللي فيه الحاجه بتاعتي انا ما احبش ان حد يوضبه، يعني بحب ان انا اللي اوضبه بنفسي، وانا مش من الناس اللي هو بحب الدنيا مكركبه وبتاع، لا بالعكس، بس انا اوضبها بنفسي. ليه؟ لان انا ببقى عارف العشوائيه اللي انا عاملها دي فين ايه، يعني كل حاجه معروف مكانها فين وازاي وكده، فدي حاجه بتضايقني بصراحه، يعني احب انا اللي ابقى مظبط الدنيا. طب انا معانا مين على التليفون؟ معايا شيماء. يا شيماء عامله ايه يا شيماء؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كله تمام. شيماء كانت بتبعت لي زمان جدا وبتتواصل معايا، وبعد كده اختفت شيماء، وجت شيماء رجعت تاني. الدنيا عملت فيك ايه يا شيماء؟ الدنيا مرمطتني يا جدع والله. ليه بس كده؟ ايه اللي حصل؟ عادي بقى، يعني سنين كده غيبه الواحد بيتعلم لحد ما يفضل، والله مش عايزه اقول لك هيبدا يتعلم لحد ما يموت الظاهر ولا ايه. ما ده طبيعي ان احنا بنتعلم كل يوم خبرات جديده وحاجات جديده تقريبا. ايه الحاجه اللي بتستفزك في الدنيا بتضايقك؟ اكتر حاجه ممكن تستفزني بقى ان لو انا بقى ممكن ابقى صريحه مع حد ويستغل صراحتي. بجد يعني هي دي. ان انت تحكي له على حاجات وبعد كده يعني انت بتحكي انا اللي بحكي، بس صريحه معاه، اللي هو بتقولي له اسرار ناس تانية ولا صريحه؟ لا شخصيتي، حاجتي انا مثلا عملت كذا النهارده، رحنا مش عارف فين النهارده، اصل في مكالمات تليفون طبيعيه جدا عادي جدا. في ناس تقول لك صارحني، بس دي بتبقى الستات اكتر، يعني اللي هو صارحني لو عملت حاجه غلط قول لي وهنعدي الموضوع وبتاع. فانت يا ريت بتبقى حاجه غلط. لا انا بتكلم في الحكايات العامه بجد. في ناس بتستغل النقط دي وممكن تاخدها ضدك، يعني انا دي اكتر حاجه ممكن تستفزني في الدنيا. ايوه لا بقى كذب ولا بتاع ولا حوارات، يعني دي دروس الواحد اتعلمها في الاخر يا خالد. طب والشغل ما فيش حاجه بتضايقك في الشغل؟ لا الشغل هو بذمتك يا شيخ، عمرك شفت لقيت حد مفيش حاجه بتضايقه في الشغل؟ كل حاجه بتضايقاكي في الشغل يعني قصدي؟ لا عادي، الشغل لذيذ وجميل وهادي، بس تمسك اعصابك. امسك اعصابك. ايوه صح، امسك على نفسك. بكلام لذيذ. مساء الفل عليك يا شيماء، ونورت الدنيا، وربنا يبعد عنك الناس اللي بتستغل صراحتك. البودكاست اللي انت بتسمعه هو معلش، والمحتوى ده من برنامج السكة أحلى على ميجا FM 92.7 على الهواء. طيب احنا معانا مروة. يا مروة ازيك؟ ازيك يا علي؟ ايه الأخبار؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ الدنيا ماشية كويس؟ حلو الحمد لله. ايه اللي بيضايقك بقى؟ ايه اللي بيستفزك بقى؟ نرفزك؟ انا الصراحة اكتر حاجة بتستفزني التحوير. يعني انا بتضايق قوي لما حد اندر استيميت كده دماغي، او يعني ده اللي انا قلته من شويه. سمعتيني من شويه ولا لسه فاكره؟ لا الصراحه انا لسه طالعه من الشغل. هو دي الفكره، ان حد يستغباني، يعني اللي هو بيتعامل معايا ان انا غبي. انا ما بحبش حد بالظبط. دي حته، يعني انا ممكن اعدي تحوير في اللذيذ. حد مثلا بيحاول يقول حاجه بتاع بيرسم حاجه، مش مشكله، ببقى بسمع ووظيف عادي اقول له ايوه تمام. لا بس لو لعبها حلو، يعني لو لعبها بذكاء وعدى تمام، لكن انا اللي هي مش، انا بالنسبه لي مش فكره لعبها ازاي، انا بالنسبه لي فكره ايه اللي ورا التحوير ده. يعني حد بيحاول يرسم نفسه مثلا، طب حد بيحاول يعني يقول ان هو عمل حاجه كويسه مش عارفه ايه، دي بتعدي. انما حد بقى يجي يرسم لي حاجه عشان يقول لي مثلا ان هو يشيلني جميله وهو اصلا بيحور. دي مثلا حصلت مع مديري. حور عليكي؟ هو حور عليا تحويره وحشه قوي، وانا كنت عارفه الحقيقه وما بقولش. بس المديرين ما بتحورش. لا هو انا كنت طلعت اجازه ورجعت من الاجازه لقيتهم بيقولوا لي مالكيش مكان، احنا هننقلك ديبارتمنت ثانيه. حظي الحلو ان الديبارتمنت الثانيه كانت احسن، بس انا كنت فاكره انه ده اللوكيشن عادي، يعني هم يعني ان هم عشان محتاجين حد في الديبارتمنت الثانيه عندهم شورتج وكده فبيودوني. ماشي. اكتشفت ان مديري قال لهم لا مش عايزها. عشان يجيب الولد اللي كان شغال قبلي. كوسه. بالحب بقى وكده. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان هو من قدامي انت جامده جدا والايفالويشن بتاعك خطير وفظيعه وشيلي بقى المشاريع الثقيله عشان انت حد رهيب. يمكن محرج. بغض النظر بقى محرج
ولا مش محرج، هي حركه قرعه من الاخر. ايوه انا بشوف اصلا ان المدير الشاطر اللي هو يعني عنده قدره على الاداره، هو عنده القدره على فكره ان هو يقول لموظف انا بشكرك جدا على الفتره اللي انت قضيتها معانا، فيبقى عادي بيقول له على الحاجات الحلوه وبيقول له على الحاجات الوحشه، ما يبقاش مكسوف، يعني ما ينفعش يتكسف. لا هو ما كانش عنده مشكله في البرفورمانس بتاعي، هو كان عنده مشكله ان هو ما عندوش مكان للولد. هو طالما انا طلعت اجازه بقى فطب زيحي انتي وانا اجيب بقى حد تاني. بس فانا حظي ان انا لما رجعت على مكان احسن، يعني كان حظي ان كان في حد في المكان الاحسن ده مش موجود، سبحان الله، فرجعت عندهم. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان هو جه بعدها بسنه ولا سنه ونص وانا عرفت الموضوع بالصدفه وسكت وكبرت دماغي وما اتكلمتش. جاي بقى يقول لي انا عملت عشانك، ده انا اللي قلت لهم مش عارفه ايه، انا اللي قلت لهم خدوها في المكان الجديد، هي جت صدفه اساسا. لا هو يعني ايه قاعد يقول بقى ان هو اداني ايفالويشن خطير بقى، وان هو يعني انا عملت عشانك، وكانت قصه كده. فانا يعني بهدوء كده بمنتهى الهدوء سبته يتكلم، وبعدين قعد يستفزني زياده ويقول عملت. فرحت بصل زمايلي اللي قاعدين جنبي قلت لهم يعني اقول له ده ولا اعمل فيه ايه؟ فراحوا ضاحكين وقالوا لي قولي له. ففضل يستفزني زياده وانا ساكته لحد ما قلت له بقى ده انا عرفت 1 2 3 وبتاع. طب سؤال سريع لو انت بعد سنه من دلوقتي اترقيتي وبقيت مديره الشركه، تمشي المدير القديم اللي كان مضايقك ولا تخليه وتسامحيه؟ لا هو ده مش سؤال اصلا، هو استقال فعلا وانا موجوده، ودخلت للهيد اوفيس عشان اقول لهم ما تمشوهوش. قلت لهم ما تمشوهوش؟ ليه؟ علشان هو ما كانش يستاهل يمشي بصراحه، يعني دي نقره ودي نقره، فانا برج الجوزاء. سلام ماشي، بشكرك جدا جدا، مساء الفل، ودايما كده موجوده معانا، شكرا. من الحاجات اللي بتضايق في الشغل الناس اللي عايزه تبين انها بتشتغل اكتر من غيرها، فتلاقيه دايما ماشي بسرعه في الشغل حتى لو راح يجيب سحلب تلاقيه اي حاجه بيجري. فلو حد بص في الكاميرات مدير واقف وبتاع شايف الشخص ده رايح جاي بسرعه جدا، يقول لك بس هوبا الواد ده قلبه على الشغل جدا، بيمد ويجري في الشركه عشان ما يضيعش وقت. بص يا محمد انت بتتمشى ازاي زي الدبه الباندا في الطرقه، لكن الواد ايه رايح جاي رهوان، ايه ده ما بيهمتش، بيودي الفايلات من المكتب للمكتب اسرع من الواتساب. وانت طبعا لا جسمك ولا لياقتك يسمحوا لك تمشي بالشكل ده، فبتبان بطه بلدي اللي هو يا فندم انا فيش يا فندم انت ماشي على مهلك خالص. عندك برضو البرزنتيشن اللي هي اللي على الفاضي وعلى المليان دي، واحد لسه مخلص كورس باوربوينت واخد ICDL، فيطلعوا على مين؟ علينا احنا بقى. فلما مثلا بنجمع اوردر فطار كام فول وكام بطاطس وبتاع، يعمل لك برزنتيشن وباوربوينت وشيت اكسل ويقعد يجمع واللي من غير طحينه في سلايد لوحده واللي في طحينه في سلايد لوحده ويبقى ناقص بس ايه يكلم المطعم فيديو كول. فالمدير يندهش جدا، ايه ده الولد ده بروفيشنال جدا، ده عبقري، ده مولود في شيت اكسل ده ولا ايه. في برضو الناس اللي هو انا قلبي على الشغل قوي، اللي هو انا كل شويه هسال خططنا ايه الفتره الجايه يا جماعه، احنا عايزين نتوسع، عايزين نكبر. انت بتبقى عاوز تقول له طب ينزلوا لنا القبض في ميعاده وبعدين نتوسع، يعني كده مش هيبقى توسع، دي كده هيبقى بهوقه، انت معانا ولا مع التانيين يا ابني. فدي الشخصيات بتقابلك هي مضايقتك منها، انت بتبقى تمام، يعني اللي هو تمام يعني ما تمام، بس في نفس الوقت هم بيبقوا مكبرين الموضوع قوي. خلي بالك في ناس برضو بتحب تكبر الموضوع، يعني تحب هي شغلانه قد كده، احنا بنعمل حاجه قد كده، يعني احنا مثلا بنعمل قله من الفخار، قله فخار مفيش اختراع، يعني الموضوع بسيط، قله فخار 1 2 3 هوبا القله اتعملت، قعدنا دورنا القله شكرا باي باي. فانت بتشتغل ايه يا ابني؟ انا صانع قله. فتلاقيه كبر الموضوع جدا، يقول لك انا بعمل بيزنس موديل مش عارف ايه، ودخلت فين وعملت ايه، ماركتنج استراتيجي مش عارف ايه، كل الحاجات دي جميله والله العظيم 3 انا بقدرها جدا، بس خليها على قد الموضوع. يعني كل ما نبقى مضيقين الدنيا كده فالدنيا تمشي، لكن احنا المصطلحات الكتير دي هي انا والله العظيم 3 انا بقدر جدا الناس اللي بتشتغل شغل هستيري اللي هو بيبقى محضر كل حاجه، بالعكس بس تكبير الموضوع زياده ساعات بيدي للموضوع، بتبقى عارف زي بالونه انت بتقعد تنفخ في بالونه فتلاقيها فرقعت في وشك في الاخر. فدي بس اللي انا بخاف منها سنه. يعني الاس ام اس 1927 ده رقم الاس ام اس بتاعنا، ابعت لي كده على الاس ام اس اكلمك على التليفون. في هنا مين؟
يقول لك انجليزي كتير، ماشي معاه ازازه ميه وكوبايه كوفي فاضيه ومستعجل جدا. اللي هو سيبوني انا مش فاضي، وانجليزي كتير بقى، عمال بيتكلم انجليزي كتير. الواحد بيشوف حكايات. البودكاست اللي انت بتسمعه هو معليش، والمحتوى ده من برنامج السكة أحلى على ميجا FM 92.7 على الهواء. الحاجات برضو اللي بتضايق شوية هي الاستلواح في الشغل، اللي هو الاستلواح سر النجاح. اللي هو خليني بس افسر لك هو يعني ايه استلواح للي ما يعرفش يعني ايه استلواح. جاي من كلمة لوح دي اللي هو لوح خشب مثلا، لوح بتاع، فبتلاقي في شخص لوح. يعني ايه لوح؟ هو لوح يعني مش عارف اترجمها لك ازاي. هو لوح فاللوح هو لوح. الاستلواح هو ان انت تحاول تبقى لوح، فتعمل نفسك لوح فتبقى مستلوح. يعني يكلمك وانت في الاجازه يطلب منك برزنتيشن مثلا، او احنا محتاجين مش عارف تفاصيل في شغل معين مش عارف، يقول لك على السخان بقى كده مش هتاخد وقت. تقول له يا عم طب هتاخد لها ساعتين 3، يقول لك يعني نقنق فيها كده معلش وبتاع. اللي يضايقك انت لما تقول لي على السخان ونقنقه وبتاع، فانت كده بتفتح نفسي على الشغل. يعني انت كده سهلت الشغلانه، الساعتين هيبقوا 5 دقايق، ما انا هتنيل اشتغل وانا في اجازه وبتاع. لو سالت على اوفر تايم يقول لك انت بتتكلم بجد؟ اوفر تايم ايه يعني؟ احنا في بينا الكلام ده؟ احنا في بينا الكلام ده؟ احنا مش ولاد خاله، احنا بنشتغل. يعني في ناس في الشغل عادي جدا لما بتطلب منك حاجه يعني فوق حقهم وبتاع، حق الشغل وبتاع، بتزعل قوي لما انت تطلب حقك. يبقى الرد ايه؟ الشغل عاوز كده. انت شغال في بنك، ما انت عارف ظروف الشركه، تقول لي اوفر تايم وبتاع، انت فاكر نفسك ايه شغال في مايكروسوفت ايه؟ ففي بقى قعدات البرين ستورمنج دي برضو دي بتبقى مش موجوده في كل الشغلانات. يعني في شغلانات البرين ستورمنج ده اللي هو احنا نقعد نفكر مع بعض يا جماعه، فدي غالبا بتبقى يوم السبت الصبح. المدير يكلمك يقول لك ايه، انا سبتك تريح الجمعه، اجتماع بقى يوم السبت، هنتقابل في كافيه نقعد نفكر مع بعض، فكل واحد هيدفع لنفسه. تروحوا تقعدوا 6 ساعات رغي في ولا حاجه، وافكار بقى عايز تترمي في الزباله، وكل ما واحد يقول فكره المدير يقول له انت فاكر نفسك شغال في سويسرا؟ يا عم انا شغال يا عم في القاهره عادي، بس انا يعني بحلم، مش انت بتقول احلموا وفكروا. وبعدين ايه، تروحوا عشان تناموا بدري وتيجوا بكره الشركه. ما هو الشركه بقى احنا عندنا يوم الاحد شغل، فنكمل بقى برين ستورمنج في الشغل. في بقى التعديلات دي اللي هو المدير يعدل لان هو مدير. يعني بذمتك ينفع تعمل حاجه تعجبه من اول مره؟ هي شكله قدام نفسه حتى مش منطقي، فيقول لك تسلم ايدك وكل حاجه مش منطقي. ففي 15 تعديل هيخلوك تمسح اللي انت عملته وتبدا على نظافه اسهل من البدايه. في انواع مديرين هو ما بيقولكش اللي هو عاوزه مره واحده، هو بيدرجها لك. يعني تعمل حاجه يقول لك لا غلط، انا نسيت اقول لك ان انت لازم تاخد بالك من كذا وكذا وكذا، فتنفذ تبعت له قبل ما يبص يقول لك بس خد بالك في كذا وكذا وكذا مطلوب. طب ما قلتش ليه من الاول؟ يقول لك انا فاكر ان انا قلت لك كده. بقى انت لو تقدر يعني كل يوم في الشغل انت بتقابل حاجات بتعصبك وبتجننك، والمفروض هي بره تفاصيل الشغل، يعني بره تفاصيل الشغلانه نفسها. يعني انت لما بتيجي تفكر انا الشغلانه بتاعتي مش متعبه يا جماعه، يعني انا بشتغل شغلانه سهله، انا راجل صانع علل، فانا بصنع علل، مفيش حاجه صعبه. لكن الراجل بقى اللي جه قال لك احنا هنعمل دراسه تسويق ماركتنج استراتيجي عشان ازاي نبيع القله، احنا يا جماعه هنعمل دراسه علشان الR&D يطور القله، فاحنا محتاجين نطور القله شكلها، الناس زهقت من شكل القله فمحتاجين نغير القله. يا جماعه سيبوا القله في حالها، لو سيبنا القله خلاص الدنيا هتبقى زعبله، فمش محتاجين. لكن طول ما احنا عمالين بنلعب في القله الدنيا باظت. يعني هي اسمها قله فخلاص، فدي مشكله كبيره. الله يا ولا كنافه. كل اللي كان متابعنا النهارده بنشكرك جدا، دايما موجود معانا على ميجا FM 92.7. تقدر تتابعني على فيسبوك، على انستجرام، على يوتيوب، على تيك توك، دور على خالد عليش بالعربي، دور على ميجا FM بالعربي، هتلاقي كل الحاجات دايما اللي احنا بنتكلم فيها. كمان ما تنساش تقدر تتابعني على البودكاست، تدور على معليش في كل المنصات البودكاست المختلفه، هتلاقي حلقات كتيره من اللي احنا بنتكلم فيها موجوده على البودكاست، تقدر تسمعها، ويا رب تبقى مستمتع بيها دايما. بشكركم جدا، كنت موجود معاك خالد عليش على ميجا FM 92.7. باي باي. لو عجبك المحتوى اللي انت سمعته تقدر تتابعني دايما على انستجرام، على فيسبوك، على تيك توك، على يوتيوب. خالد عليش.